دلوقتي يا جماعة مش اتفضل. شكرا. مش أفندي حرن خلاص. فعشان اعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفاعلات وجرس، في جرس كده بيبقى على اليمين مش عارف تدوس عليه، مش مهم الجرس، بس اعمل سبسكرايب ولايك وشير عشان ما تبص. مش هتبطل الشحاتة دي؟ لا مش هقدر. ما هم عارفين ان هم يقدروا يعملوا كده، فلو عايزين يعملوا كده هيعملوا كده، صح؟ لا هم بس محتاجين زقة بس. طب زقة زقة زقة. اسمعوا الكلام بس كده هتتبسطوا، وعشان الإحساس هيظبط. صبح ادوله زقة يا جماعة. شكرا. انا عامل ميت انا ممكن اقول لك 40 واحده، بس انا عايز اقول لك ان هي مش مصريه بس. كمان يا راجل. تعطش تحتاج ميه، ما هيتنيل هروح اعمل بيبي يا هروح اشرب ميه. انا مهاجر دلوقتي الساعة 3 الصبح بالبيجامة. احنا متنيلين مع بعض في طول الوقت. دي مفترية دي كانوا ضارب خالص. انت صاحي؟ لا حبيبي انا نايم. سيبك نايم بقى. صبح مش فاهم. صبح يا استاذ سمسم. انا لسه مش متعود على استاذ سمسم دي. هتاخد مني شويه عقبال ما دي الواحد يتاقلم. السيجنتشر بتاعتي خلاص هتبقى. اوكي. طالما هي السيجنتشر كده كويس انك انت قلت لي، فانا بعرف. واشوف لك واحدة لو عايز. في على امازون شوية حلوين عجبوني، ممكن تلاقي منهم. هتكلمي عن ايه النهارده؟ هكلمك عن 3-4 جمل في حوارنا اليومي المصري. أمي بتقولها وأبويا بيقولها وأبوك وأمك وأصحابك وأهل أصحابك، أي حد نعرفه بيقولها، وملهاش أي 30 معنى. خد يا 3 معلم. 4 بس. انا ممكن اقول لك 40 واحده دلوقتي. قول بقى اللي عندك. أنا اللي بيستفزوني وبيضغطوا على أعصابي قوي 3-4 كده، اللي هم إيه بقى؟ أنت جيت، أنت نمت، أنت نايم، أنت صاحي. الحاجات اللي هي بالكومن سنس، واضحة متفسرة، مش محتاجة السؤال. اضرب مثال. بتفتح باب البيت وداخل. ايه ده انت جيت؟ لا انا لسه بره. انا ما جيتش، ده خيالي. او تبقى قاعد نايم في اوضتك الساعة 10-11 بالليل، فده ميعاد نوم عادي يعني، فنايم ومضلم الأوضة، وبعدين حد يفتح عليك الباب. انت نمت؟ لا انا عامل ميت. انا مش نايم، انا ما نمتش ولا حاجة، انا عامل ميت. بجرب كده، بجرب اموت شويه كده واشوف هبقى موجوع ولا مبسوط. ايه اللي انت نمت؟ انت جيت؟ مش كده ولا انا اللي اوفر وانا اللي محموق شويه على يعني؟ هو بص، هقول لك حاجه. انا معاك تماما، بس انا عايز اقول لك ان هي مش مصريه بس. كمان يا راجل. ما تقوليش ان انا انت مراتك الامريكانيه بتعمل الهبل ده كمان. يعني انا مراتي الامريكانيه اللي هي عقلانيه جدا. امم مثلا ايه، اقلق في نص الليل صحيت عطشان عايز اشرب بق ميه، ده عادي طبيعي. اللي هو باديلي فانكشن طبيعيه انك انت بتعطش تحتاج ميه، فاللي هو مفيش ميه في الاوضه، فهروح اجيب. انت رايح فين؟ انا رايح اسهر مع اصحابي. اه يعني ايه خارج. هروح فين؟ اه الساعه مسافر. 3 الصبح، ما هيتنيل هروح اعمل بيبي يا هروح اشرب ميه عشان بعد كده اعمل بيبي. ما هي يعني واضحه. ايوه بتبقى الحاجه واضحه جدا. ما الساعه 3 الصبح انت رايح فين؟ مسافر، مهاجر. انا مهاجر دلوقتي الساعه 3 الصبح بالبيجامه. هطلع هاجر. وهي بتستمر يعني، مازال السؤال دايما بيفضل موجود. فانا موجود ايه والناس لسه بتقوله بتجدد لحد في الاجابه. دلوقتي. ايوه انت دايما بتقعد تدور لما زهقت بقى. انت رايح فين؟ I'm going clubbing. ايوه ما هو ايوه زي ما بقول لك كده. I'm moving out. اه اي حاجه كده، اي رد سخيف علشان ايوه. السؤال اللي ملوش معنى. او الحاجه التانية، بس دي برضو هي مش مصري بس وامريكاني. انا مش عارف، انا بيتهيألي هي ستاتي شويه. اللي هي اللي هي الاسئله دي احيانا هي a call for engagement اكتر منها سؤال. لان هي كانت اغلب بتتقال من الستات، الاغلب الاهم من الستات. اه يعني انا عمري ما قلتها. ولا انا. ما هو اس كومن سنس، حد بيفتح باب البيت وداخل عليا يبقى جه خلاص. ما انا شايف. ما اعرفش مراتك بتعمل فيك الحته ديت ولا لا، بس مثلا ايه، فلو حصل ان انا نمت في نص اليوم، ده حدث، فده معناه ان انا فعلا مرهق ومجهد وتعبان ومحتاج انام. تيجي المدام وحشتها،
احنا متنيلين مع بعض في طول الوقت. مم. وحشتها في تقرر تكنس الأوضة تجيب المكنسة أروح أنا قايم وعلى وشي غضب الله. بس ما هقول لها انت بتنضفي الاوضه، هتنيل، هسكت على عيني. ما تقول ايه ده يا حبيبي، انا صحيتك؟ لا خالص، ما انا لا كنتش لا، نايم اصلا، انا كنت بس بشيك شغاله على على شغاله الغطا مك... بتاع اه شغاله مكنسه كهرباء في اوضه النوم، بس لا مش هتصحيني مكنسه كهرباء في اوضه النوم عادي طبعا، ايه ده لا لا. انت صحيت؟ هي انا مراتي بتعمل كده ساعات، بتبقى زهقانه برضو، بس هي ساعات يعني بتبقى زهقانه وعايزاني اصحى عشان نقعد مع بعض او نشوف هنعمل ايه في اليوم. فممكن ترجع تبتدي توضب وتعمل تخروش حاجات في الاوضه وكده. بس ساعات بتبقى بتعملها عشان هي عايزه تنجز الحاجات، وانا نايم بقالي كتير فهي مش هتستنى بقى. انا فاكر مره فخلاص بقى مراتك يعني حكيت لي. هي اللي حكيت لي ولا انت اللي حكيت لي ان هي حاولت توضب السرير وانت نايم فيه؟ لا ده مش انا، لا ده ده الحمد مش لله مش انا، لا لا الحمد لله مش انا، ده كان زمانها هتبقى مصيبة سودة، دي كانت هتبقى مشكلة. كان فيها مستشفيات وتعوير، وكان هيبقى فيها يعني فيها جنون توضب السرير الراجل نايم وهو في نايم. السرير، فهي بتحاول ان هي توضب الدوفيه ده بالايه بالعربي ملاية لا الكفر، اللي هو الاتقل، لحاف، اللحاف. لحاف تحاول كوفرتا. تظبط اللحاف وتستفه ومش عارف ايه وتحطه تحت البتاع وهو الواد لسه نايم. حبيبي. لا دي مفترية، دي مفترية دي. دي حبيبتي، دي كان مخها اه ضارب خالص. دي تو ماتش، لا حرام، لا لا مش لدرجه، لا مراتي زي العسل في الحاجات دي، لا هي بس بتبقى عايزاني اصحى عشان ننجز عشان نتحرك، فتعمل حاجات كده وبتاع. طيب على سيرة الكلام اللي هو برضو ملوش معنى، احنا بقى عندنا حاجة دي انا ما شفتهاش في اي ثقافة تانية. 30 سؤال بيسألك نفس الحاجة. ايوه ايوه. ازيك، ايه الاخبار، انت عامل ايه، ازاي الصحة، ازاي الولاد، ازاي الاسرة، ازاي الوالد، ازاي الوالدة، ايه في هو ايه انت؟ واحد از انف، هو واحد كفايه. كلنا الحمد لله كويسين يا سيدي، خلاص. عاده بيبقى مع معرفه، مع حد معرفه، مش من حد صاحبك او قريبك او كده، اللي هو ازيك، ازاي الحياه، عامل ايه، واخبار الاسره ايه، والوالد والوالده، يا عم ايه ده، ايه البواخه دي؟ ما هو سؤال واحد، ازيكم عاملين ايوه ايه. خلاص غطيتنا كلنا انت، ازيكم عاملين ايه، ده غطيتنا كلنا. انت بتحس انك انت في استجواب، لان هو بيقول اه لك ازاي اه الاسره، فانت بتقول الحمد لله كويسين. طب ازاي الوالد؟ طب هو ده مش من الاسره؟ هو الراجل ماله، هو ابن كلب يعني؟ طب لا ازاي الوالده؟ طب الوالد ليه اخواتك؟ مكانة، الوالد ليه مكانة برضك، اه ليه والوالدة، مكانه والوالدة ليها مستقر، مكانة غير عبس. ما هو اعرفش عبس. هو عبس، عبس. عبس ده، عبس ده زي بتاعت انت جيت وانت صحيت، هي نفس العبثية اللي هي مش مفسرة وملهاش اي تفسير منطقي خالص، واحنا عايشين بيها وخلاص، وهنفضل عايشين بيها. بس هو الحمد لله وبعد ان احنا كده ما بنقولهاش احنا ما بنستعملهاش. لا احنا لا المفروض، مش المفروض ان هي نستعملها. اه بس on the opposite side بقى، لما نيجي نمشي، لما تيجي تمشي من اي حته يعني اه انا، اه او لما تيجي تنهي مكالمه، ايوه يعني انا كانت بالنسبه لي صدمه لما ابتديت بقى اشتغل مع امريكان واعيش بره ومش عارف ايه. بالذات الامريكان اسوأ ناس في الموضوع ده. الامريكان اسوأ الناس في ده. ايوه، ايه احنا هنعمل كذا كذا كذا، هنعمله الساعه كام، الساعه كذا، وبعد كده يقفل. ايه مفيش يا طيب، ابني، حتى مفيش طيب، ما انا ايه اللي برضو انت اول لما بتعمله جيت ده؟ ما فهمتش، وبعدين ادركت ان ده الترند بتاعهم، هو خلصنا الحوار مفيش باي باي مع السلامه. على النقيض بقى المصريين، اما تخلص المكالمه طيب يلا باي باي، يلا مع السلامه، يلا باي باي، يلا سلام 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 ايوه. سلام سلام، دي بتتقال 6 7 مرات، طيب يلا سلام 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 لا سلام. بس لازم تبص، لازم تبص فهو مفيش للحضاره. بالانس. لا 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 لا. احنا حبيبي، احنا كشعب كله على بعضه كده عنده abandonment issue. اه فانت لما بتيجي بتسيب حد، انت عندك abandonment trauma جواك، وانت عارف ان اللي قدامك ده كمان عنده abandonment trauma، فانت مش قادر تسيبه كده مره واحده. احنا بقى ايه، احنا هنبتدي بقى نتكل على الله، احنا بقى هنمشي. الواحد بقى ايه، لا الواحد طول قوي. اه الموضوع ده ممكن يقعد له مثلا بتاع 45 دقيقه خمس لثلاث ساعات. 45 دقيقة ول3 ساعات، وبعدين تاخد القرار وتقوم، فالناس تقوم تمشي معاك، تقف وترغوا تاني كأنها زيارة جديدة من أول وجديد على الباب، والباب ده مفتوح. حضاره.
ده حضاره. والباب مفتوح، وبعد نص ساعة من رغي على الباب مفتوح خلاص بقى احنا لازم نمشي. طيب يلا مع السلامة، يلا سلام يا اه جماعة، سلام 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 واللي هو سلام. يا جماعه انتوا ما لحقتوش، ده انتوا ايه ايه الزياره الخطافي دي؟ بقالنا 6 ساعات مع بعض، ايوه، 6 ساعات يوم عمل يعني. منهم ساعة واقفين وساعة على الباب انت واربعة عارف ان قاعدين. انا سستمت مراتي واصحابي الامريكان اللي هم قريبين قوي، قلت لهم بصوا يا جماعه، بس ايه عشان نفهم، ما هو ما ينفعش ان انا اتعلم كل حاجه في ثقافتكم وانتوا مش واخدين حاجه من ثقافتي. بالظبط صح، برافو عليك. اه لازم والله لا تحط، انا بدأ. لازم تحط عليهم. بص انت بقى يوم ما تقرر انك انت عايز تمشي، لازم تقول لي قبليها بما لا يقل عن 30 دقيقه. ايوه بالظبط كده. ما ينفعش انك انت تقول تروح قايم انا ماشي وروح قايم كده. ما بحب ما استريحش، ايوه، بحس كده ان انا عملت حاجه غلط. لازم نتحضر ان احنا لازم هنفترق. تحطني هنفترق. تهيئني اه نفسيا شعوريا، وتاكد لي مشاعري ان انا ما عملتش حاجه غلط، وانك انت هترجع تاني، انك انت مش خارج من حياتي للابد. ايوه 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 أيوة. دي لحظة الفراق لازم تحضرني ليها، انا ثقافتي ايوه بتقول كده اه وماليش دعوة، هو ده النظام، انا احب كده. الله، مش ايه هو طب انت يا سمسم، انت صاحي؟ لا حبيبي انا نايم. سيبك نايم بقى، يلا مش صبح صبح يا برنس. ماشي يا معلم، صباحو.